السلام عليكم. بدأ رحلته من المقابر ولمع تحت أنظار بيليه. طرق أبواب المجد في ريال مدريد وانتظر الجميع ولادة أسطورة جديدة. ولكن كيف انقلبت القصة؟ وكيف أصبح بطلها الذي علقت عليه آمال البرازيل والعالم من ضمن المبحوث عنهم في أجندات الإنتربول؟ في 25 من يناير كانون الثاني سنة 1984 ولد روبسون دا سوزا ابن عامل المجاري جيلفان دا سوزا وخادمة المنازل مارينا دا سيلفا، والذي سيصبح فيما بعد ملك المراوغة الملقب بروبينيو. أفضل مكان للعب كرة القدم وساحة المقابر، حيث أمضيت أياما أذكرها رفقة الأصدقاء. هكذا بدأ روبينيو رحلته مع الساحرة المستديرة، حتى التقطه كشاف فريق سانتوس البرازيلي عام 1996. تدرج ابن مدينة ساو فينسنت الفقيرة في الفئات السنية تحت إشراف الأسطورة بيليه الذي كان منبهرا به وتنبأ له بمستقبل باهر. هذا الفتى سيصبح لاعبا كبيرا. صعد روبينيو إلى الفريق الأول عام 2002 وساهم في تحقيق سانتوس لقب الدوري البرازيلي في موسمه الأول بعد غياب دام 33 عاما، ليواصل التألق بعد ذلك مانحا ناديه بطولة الدوري للمرة الثانية في عام 2004، ما جذب أنظار العالم نحو بيليه الجديد الذي سجل 81 هدفا في 180 مباراة. انضم صاحب 21 عاما إلى ريال مدريد في صيف 2005 مقابل صفقة قياسية بلغت آنذاك 24 مليون يورو، كما حصل على الرقم 10 خلفا للنجم البرتغالي لويس فيغو. وقال فلورنتينو بيريز رئيس الملكي في حفل التقديم: إنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم. على عكس التوقعات، بدا مستوى الشاب البرازيلي متذبذبا مع ريال مدريد، وكانت علاقته متوترة مع المدرب الإيطالي فابيو كابيلو، الذي قال إن روبينيو لا يتناسب مع أسلوبه الكروي في اللعب. وفي الموسم التالي تواصلت المشاكل مع المدرب شوستر، إذ ادعى أن اللاعب غير منضبط في التدريبات والمباريات، في وقت ذكرت تقارير إنه وزملائه في المنتخب أمضوا ليلة حمراء بإحدى كازينوهات ريو دي جانيرو قبل أن يتهم بحضور تدريبات ريال مدريد وهو مخمور. رغم كل هذا، كان روبينيو ثالث هدافي الميرينجي بعد راؤول غونزاليس ورود فان نيستلروي، وثاني أكثر اللاعبين تقديما للكرات الحاسمة بعد غوتي، علما بأنه شارك في 135 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 35 هدفا، وتوج بالدوري الإسباني عامي 2007 و2008، كما حصد لقب أمريكا الجنوبية كوبا أمريكا لموسم 2007 مع البرازيل كهداف لتلك النسخة. رفض روبينيو الدخول في صفقة تبادلية مع كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، وقرر الانتقال إلى مانشستر سيتي في 2008 مقابل 42 مليون يورو، وتوهج في أول مواسمه إذ سجل 15 هدفا وصنع 12 أخرى قبل أن تسقطه الإصابة، لتبدأ مسيرة روبينيو في التراجع، حيث انتقل إلى سانتوس على سبيل الإعارة، ومنه إلى ميلان قبل أن يعود مجددا إلى سانتوس، ومنه إلى غوانزو الصيني وأتلتيكو مينيرو، ثم سيفاسبور التركي، وأخيرا اسطنبول باشاكشهير في 2020. حاول روبينيو بعد ذلك العودة إلى سانتوس من جديد، لكن صدور حكم قضائي بسجنه في قضية اغتصاب أجبر النادي على فسخ التعاقد، ليعلق اللاعب حذاءه عن عمر يناهز 36 عاما. يبدو أن حياة الصخب لم تدمر مشروع بيليه الجديد فقط، وإنما ما زالت تلاحقه لعنتها حتى بعد الاعتزال. ففي يناير كانون الثاني 2022 أصدرت المحكمة العليا في إيطاليا حكما نهائيا بسجن روبينيو 9 سنوات لاغتصابه شابة ألبانية تحتفل بعيد ميلادها في ملهى الليلي بميلانو عام 2013 عندما كان لاعبا في ميلان. وأوضحت صحيفة كورييري ديلا سيرا
أن روبينيو و5 من أصدقائه جعلوا الفتاة تشرب حتى فقدت وعيها وباتت غير قادرة على المقاومة، ثم أقاموا معها علاقات جنسية بالتناوب ولمرات عدة. وأصدرت إيطاليا مذكرة توقيف دولية بحق روبينيو، وطلبت من الشرطة الدولية الإنتربول تفعيل الاعتقال، إلا أن البرازيل رفضت تسليمه، فيما قال وزير العدل إنه يمكن تنفيذ العقوبة في الداخل. وقررت المحكمة العليا في البرازيل المضي قدما في القضية بعدما تخلى روبينيو عن جواز سفره للسلطات في مارس آذار الماضي. وسوف تقرر غدا الأربعاء ما إذا كان يتعين على الحكومة الإيطالية ترجمة القضية بالكامل إلى اللغة البرتغالية ثم إرسالها للسلطات البرازيلية من أجل مزيد من التحليل بناء على طلب محامي اللاعب قبل اتخاذ القرار النهائي. شكرا لكم.